اليوم غنأتاكيو قصة حقيقية من شهادة أحد المسجونين اللي هو عزيز بن بين، اللي قضى 20 عام في السجن، منها 18 عام في معتقل تازمامارت، اللي هو السجن اللي أنكرت السلطات المغربية الوجود ديالو، ونكرت وجود سجناء باسم 32 معتقل اللي اعتقلوهم بعد محاولة انقلاب عسكري فاشل على الملك الحسن الثاني في الصخيرات 1971. بزاف ديال الكتاب وبزاف ديال الروايات وصفوا ديك البشاعة، ولكن ما كانش توصل لديك الوصف اللي وصفه واحد من الأربعة الناجين اللي بقاو على قيد الحياة من ضمن 32 سجين. لم يكن أحدهم من المدبرين للانقلاب، كانوا مجرد جنود تابعين مطيعين لأوامر القادة والضباط والجنرالات الكبار. تم التضليل ديالهم بأنهم في مهمة عسكرية لإنقاذ الملك من مؤامرة خارجية، ولكن وجدوا نفوسهم مأمورين بقتل الملك والأعوان ديالو في القصر. عزيز الوالد ديالو كان أحد المقربين من الملك، وكما كان كيوصفه بمهرج الملك، فهو أديب كيحفظ القصائد الشعرية وقرأ مئات الكتب، لكنه فضل باش يكون قريب من الملك ويصبح مهرج ديالو. خلى مراته وولاده ونساق وراء الرغبات ديالو النزوات، ومن نعرف بأن ولده من المشاركين في الانقلاب ما دافعش عليه وما شفعش ليه قدام الملك، ولكن نكره وتبرأ منه وطلب من الملك إعدام ديالو باش يتخلص من العار ديالو. اداو عزيز أخرين في سجن قنيطرة، بقاو في 2 عام من مدة الحكم، ثم داوهم في واحد الليلة معصوبين العيون إلى سجن تازمامارت، ولا صح أن يطلق عليه لفظ سجن. حفرة في قاع الأرض ليس بها إلا كوة علوية باش يدخل الهواء، ارتفاع لا تتيح لهم حتى مجرد الوقوف، يقضون حاجتهم فيها وينامون ويأكلون الخبز وشوية ديال الماء وبعض النشويات البسيطة. حكموا عليهم بالموت البطيء في هذيك الحفرة، ماشي قبر وماشي زنزانة. علاش ما عدموهمش؟ علاش تعمدوا النسيان ديالهم؟ ولا واش نساوهم بالفعل تماك؟ واش ما كانوش بغاو ليهم الراحة في الموت، ولكن بغاو ليهم حياة كتشبه الموت بعينيه؟ غيكون أقصى ما يتمناه الإنسان هو أن يرى النور ويتخلص من تلك العتمة اللي ظنوا فيها بأنهم ما بقاوش كيشوفوا. أن يكون رؤيتك للنور مرتبط بحدث لا تتمناه. ما كتشوفش النور إلا لمات واحد من صحابك في السجن وكيتاح لك أنك تدفنه وتخرج لحظات قصيرة تتمنى تبقى فيها بزاف بتشوف النوع من النور وجلدك تضربو شوية د الشمس. لن تجد ما يسترك من منبس أو يمنحك بعد الدفء إلا بأخذ ما كان يرتديه رفقاء السجن اللي ماتوا، وغطار باش تمزقوا وتقتاسموا مع صحابك الآخرين باش يدفيو الأجساد ديالهم الهزيلة والعريانة. كيفاش تمكن عزيز من مقاومة الموت البطيء؟ بالإيمان والصلاة وخطون طهارة ودون وضوء. فمنين غادي يجيهم أصلا داك الماء؟ لقد اقترب أكثر من ربه وواظب على الصلاة ديالو، كان كيتذكر الكعبة والحجر الأسود، وكان كيتمنى أنه تاح ليه فرصة باش يقيسه ويتطهر به. صمم عزيز المعتقل رقم 7 أن يحتفظ بحرية فكره وعقله بالرغم من امتلاكهم وامتهانهم لجسده. واش يمكن ليه الصمود هو وصحابه في كل ما كيواجه من وحشية في التعامل؟
خاصو يتغلب على العدو الأول ديالو اللي هما الذكريات، أن تكون ذكرياتك هي عدوك، حيث لا أمل في أن تعيش مثلها مرة أخرى، فيجب عليك أن تتغلب عليها، وكترسم في خيالك حياة أخرى ربما تعيشها إلى كتاب لك الخروج. وهنا عزيز كيتذكر الأم التي طردت والده لإهماله أسرته وتزوج بأخرى، وجاهدت باش تربيه هو وخوته وتعلمه، ورفضت أي مساعدة من ذلك الأب الماجد الأناني اللي ما كيهمه غير نفسه. أحدهم يقرأ لهم القرآن الذي حفظه ليبث في قلوبهم السكينة، وكريم رقم 15 هم مجرد أرقام بالنسبة للحراس. إنه ساعتهم وبندول ميقاتهم لديه القدرة على حساب اليوم والشهر والسنة، بل الساعة التي هم فيها، فيشعروا بأنهم لا زالوا أحياء مرتبطين بتوقيت العالم اللي كانوا فيه. أما عزيز فلقد قام بدور الحاكي والراوي اللي كيقص عليهم مقرأ من الروايات في مكتبة أبيه مهري السلطان. طلبوا منه باش يقص عليهم حكايات ألف ليلة وليلة. هو لم يقرأها، ولكن أصروا أن يحكي لهم وإن كانت من خياله. يريدون أن يروا بخيالهم حتى لا يموت، يروا النور وسط كل هذيك العتمة اللي كانوا عايشين فيها ديك السنوات الطويلة. الموت كيرقد بالجوار ديالهم، كيهددهم كل يوم، كيتساقط رفاق ديالهم واحد تلو الآخر. تعدات أسباب الموت، منهم اللي مات بالبرد، منهم اللي مات مجنون وبلدغة عقرب، اللي تعمد قائد المعتقل باش ينشرها في ديك الحفرة، واللي الجسد ديالو يبس، واللي مات منتحر بحبل صنعوا من الملابس الممزقة ديالو. طرق تعديم ومنهجة ابتكرها الحراس بأوامر من القائد، بحال ما كفاتهم ديك المقبرة اللي لاحوهم فيها، وتلك العتمة الشديدة التي كتبت عليهم ليعيشوا فيها ما تبقى لهم من عمر. عزيز ضرب لصبعه وكان غيفقده، فلا أمل في أي نوع من الرعاية الطبية، وإن كانت في صورة بصلة نيئة طلبها من الحارس ليطهر بها جرحه. تواردت بزاف ديال الأخبار على هذا الحبس في بعض المنظمات الحقوقية عن طريق رسالة كتبها عزيز أحد السجناء على ورقة صغيرة سربها أحد الحراس بعد اكتشافه صلة قرابة بعيدة تربطه بهذا السجين. وارسلها لمو ليخبرها بعد مرور 15 عام أنه باقي على قيد الحياة. نكرات السلطات الوجود ديالو، وفي النهاية تعترف بأنه كان نتيجة تصرفات شخصية من بعض العسكريين، وتم الإفراج عن من بقي على قيد الحياة من السجناء. 4 من كل تلك مجموعة خرجوا بعد 20 عام، منها 18 عام في أبشع مكان يمكن تصور وجوده على سطح هذه الأرض. فاق في بشاعته كل ما وصف من كل السجناء في أنحاء العالم. خرج عزيز باش يشوف النور بعد سنوات طويلة من العتمة، ونظر في المرآة لأول مرة منذ ذلك التاريخ. ما عرفش وجهه في المراية، تغير تماما وكبر وضعاف. تلك السنين اللي قضاها في معتقل تازمامارت في المغرب. كاينين بزاف ديال الروايات، ومنها رواية تلك العتمة الباهرة اللي وصفات أوضاع سيئة وانتهاكات فظيعة لكل مبادئ حقوق الإنسان اللي موجودة بالفعل في عالمنا العربي الإسلامي وفي كثير من الدول الأخرى اللي كتحكمها ديكتاتوريات عسكرية. اللي بغى معلومات قدر يشوف هذا الكتاب ديال الراوي طاهر بن جلوم. وشكرا لكم.